بسم الله الرحمن الرحيم. طالبي مولاي حسن واحد من قبيلة رحامنة ومن قبيلة الرقيبات بالضبط، لأن واحد من قبيلة الرقيبات. اليوم احنا كنتواجدوا في درع الزيتون، وهذا درع الزيتون بغينا المغاربة يعرفوه، سواء اللي في الوسط أو في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب، يعرفوا شكون هو درع الزيتون. درع الزيتون كيتواجد بمنطقة رحامنة، دائرة سيدي بوعثمان. هذه القبيلة هذه، هذه المنطقة هذه فيها قبيلة سلام، قبيلة الرقيبات سلام، وفيها قبائل أخرى كما ولاد ليم، جميع القبائل كاينة هنا. والحكاية اللي كاينة الحقيقية سنة عام 1912 كانت واحد الحرب طاحنة، كانت حرب طاحنة ما بين العدو الفرنسي والمغاربة، واللي كان كيقود هاد الحرب هذه هو الشيخ أحمد الهيبة، واحد من الشيخ ماء العينين، وهذه خصهم يعرفوها الناس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بغينا المغاربة يجوا يعرفوا، لأن اليوم زرنا واحد المقبرة ديال الشهداء وجبرناها عند واحد الحائط لا يليق بهذوك الشهداء. احنا كنطالبوا من الجهات الرسميه، سواء السيد عامل اقليم رحامنه او المكتب الشريف الفوسفات، باش على الاقل كما كنقولوا الا ما كرمناش هاد الناس احياء، على الاقل نكرمهم هما موتى، لان خاص واحد السياج كبير. هذه منطقه ديال العرب، منطقه ديال العرب بمعنى الكلمه. وهاد الهديه اللي جات هي جات علاش جات؟ ماشي بالصدفه جبناها وحنا قاصدين باش نجيبوها، لان الاخوان ديالنا في الجنوب زاروا بعض المواسم، كمثلا موسم مربوط، موسم مربوط اللي هو قبيله ولاد ليم، هو في على ارض ولاد ليم. جاو جوج ديال الفحوله عجول، كذلك موسم الطلبه جاو واحد جوج ديال الفحوله، جابوهم الناس تاع الجنوب فحيا. ودائما كنقول هذه العباره ديال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللي بغى يتنافس على بحال ماك. اليوم الاخوان نبهناهم وربما ما لحقتهمش الرساله، واضطرينا باش نجيبوا هاد الهديه هنا لمن لهذا السيد اللي احيا هذه الذكرى. هذه ذكرى حقيقيه. هذا منعم بولديه كما كيسمونه، هذا رئيس جمعيه درع الزيتون. هذه النسخه الرابعه، وبغينا نحفزوه وبغينا ندفعوا به القدام وبغينا نتعاونوا معاه وبغينا الجميع، لان هذا الدري كيفكر، هذا منعم كيفكر مزيان، وهو اللي حيا هذه الذكرى. لولا هذا السيد هذا حنا ما غاديش نجوا وما غاديش نشاركوا وما غتكونش الصحافه هنا وما غيكونوش الخزاين وما غيكونوا اصحاب الخيل. حنا هذه النسخه الرابعه وغاديه كتزاد. مرة أخرى كنحيي السي منعم وكنحيي وسائل الإعلام اللي جاي كيسولوا وكيقلبوا وبغا يعرفوا اشنو واقع واشنو كاين. الواقع راه هو هذا، ومع تحياتي للجميع وشكرا.